ده بتاع ايه ده؟ بتاع الشكمان. انت حاطط شكمان ليه ريموت لوحده؟ بجد والله؟ وريني شكله كده. شوفوا حتى ايه ده، بس حلو قوي ما شاء الله شكله. بصوا يا جماعه ده لذيذ قوي. انت فتحت الشكمان كده؟ لا لا كريم لا. لا كريم. مسألة كريم. هو انا ثانيه اقول لك حاجه بس. بنبدأ السنة الجديدة 1/1/2024 بيوم مميز جدا وفلوج مميز حبيت اوثقه لان هو يستحق التوثيق. النهارده احنا رايح مع واحد صاحبي هعرفكم عليه. انا يستلم عربية جديدة. ايه اللي هيهزني ويخليني اتهز؟ استنى بس الموتوسيكل يعدي. خش يا باشا. ايه اللي هيهزني ويخليني اتهز ان انا احرك طولي كده واروح اشوف عربيه جديده غير لما تكون عربيه بحبها انا. فتابعوا معايا اليوم ده علشان يوم حلو. طبعا انا احترت الحقيقه في اسطول السيارات اللي عندي اروح بايه. معايا السي 4 ومعايا السي 5 ومعايا السوبارو واقفه صف تاني عايزين نركنها ومعايا الزد راكنه. خلينا في السي 5 في الراحه لان انا متوتر ومبسوط له في نفس الوقت. هشرح لكم انا جوه. هشرح لكم النهارده. قررت اصور لكم الفلوج ده علشان هو يوم مميز الحقيقه، يوم مميز حتى في تاريخ مصر. انا هروح اعدي على صديقي كريم هاني. كريم هاني من رواد الاعمال في مجال العقارات. هو يعني من الناس الاسامي المهمه جدا في القطاع العقاري، ورغم صغر سنه الا ان هو عمل شغل جميل جدا الحقيقه وما شاء الله عليه. واد رجوله ومجدع. واد رجوله. استنى. بجانب القطاع العقاري هو اصلا شخص بيحب جدا العربيات، مجنون زي حالاتنا كده، بيحب يقتني بعض العربيات المميزه. وكان عنده واحده جي تي 3 كانت تعتبر اول جي تي 3 992 تخش مصر، ولا مش اول، مش عايز افتي الحقيقه. النهارده عربيته وصلت يوم 1/1/2024 ودي تعتبر اول عربيه 992 جي تي 3 ار اس تدخل مصر. 992 جي تي 3 ار اس ما شاء الله الله اكبر. انا بقول تعتبر، طبعا هي في واحده دخلت قبلها عملت ريمونتادا في اخر لحظه، عربيه صفراء 992، بس احنا هنعتبر عربيه كريم اول واحده دخلت مصر. يعني هنتناسى ان الصفراء هي اول واحده دخلت مصر، ودي هتعتبر اول عربيه جي تي 3 ار اس تخش مصر بعد الصفراء. فالفكره ان العربيه وصلت امبارح وهي دلوقتي في توكيل بورش، فانا هروح اعدي عليه دلوقتي اخده علشان هي كانوا بيعملوا حاجه اسمها بي دي اي اللي هو بري ديليفري انسبكشن، حاجه جايه بتعمل لاي عربيات زيرو بتيجي يعني بيشيكوا عليها في حاجه. المهم يعني ما علينا، مش دي القصه. فهنعدي بقى نفرجكم عليها وناخدكم في جوله ازاي بتستلم لو انت مثلا طالب بورش. اجواء بقى، يعني الاجواء اللي ما بتشوفوهاش، اللي هو ايه، ما حدش بيشوفها خالص غير صاحب العربيه. احنا النهارده هنتطفل ونصور لكم الاجواء دي. الهدف بقى من تصوير الفلوج النهارده طبعا غير ان العربيه انا بموت فيها، انتوا فاهمين طبعا جي 3 ار اس بالنسبه لي ايه، فان تبقى دي اول واحده وكمان بتاعت واحد صاحبي، فدي فرصه ان الواحد يعني ما ينفعش ما تتصورش. بس الهدف ان انا اوثق لكم او افرجكم عن كواليس فكره استلام عربيه. ان انت مثلا انت ربنا كرمك ووصلت في حياتك فرحت جايب عربيه بورش ايا كان، ان شاء الله لو جبت بوكستر، خدت بالك وانا بقول ان شاء الله لو جبت بوكستر، قال يعني البوكستر دي حاجه وحشه مثلا، انت بقى ايه ممكن يبقى في بعض البروتوكولات اللي ممكن تعملها عشان تستلم. تروح تستلم بقى العربيه بتاخدها بقى وهي لسه بكياسها، تقعد بقى تشيل بقى من عليك الحاجات بقى اللذيذه دي. فانا عايز اوثق الحاجات اللذيذه. خلاص داخلين اهو على الاستاذ كريم. تعبنا معاه النهارده استاذ كريم هاني، خلي بالكم لان هو مش غاوي تصاوير وهيقرفني. انا عارف انه هيقرفني النهارده. كده هصور، كده لازم هيطلع في الكاميرا. ينزل بقى، هو جاي علينا دلوقتي هنركب معاه. الله اعلم هيبقى معاه انه عربيه، بس هو هيفاجئ بالكاميرا، هو ما بيحبش الكاميرا. اوبا اهو جاي واستنى. هو ده كريم هاني بقى. بص هيشوفني بصور هيمشي. ايه رايك؟ ايه رايك الكاميرا دي؟ دي بتاعت ايه؟ تاخد تليفون. لا دي كاميرا. هو ده. بس دي اخر مره هتشوفوه في الفيديو. دي الكاميرا اللي انا بصور بيها كل فيديوهاتي، بوثق بيها الفلوج. مش عايز تسوق انت عايزين اسوق عشان ما اصورش طبعا. خبيث خبز. اكسايتد جدا بجد والله، بس لسه مش فاهم. ما انت ما بص، ما عادي. ده كريم بقى قاعد بكلمكم عليه بقالي كتير قوي. هو بره الكومفورت زون بتاعه باميال دلوقتي، يعني هو مش مبسوط خالص، بس قشطه عادي. اسئله كتير جدا وناس كتيره جدا متشوقه تعرف العربيه لونها ايه. احنا مش هنقول لونها دلوقتي، نقول لونها لما يشوفوا الريفيل. بس ايه اكتر حاجه مخوفاك كانت باللون؟ ان انت عمرك ما شفته على الحقيقه. ما شفتوش وانه ما يعجبنيش. وانه ما يعجبكش. دلوقتي كريم مشكلته ان هو وبعدين لازم اسود. ما هو كل حاجته سودة. كان مصمم يجيب العربيه لونها اسود في اسود، فانتوا متخيلين
ده حرام شرعا انك تجيب جي تي تي ار اس اسود في اسود. دي كل اللي بورش عملوه مش بيبان، فالحمد لله. انت قعدت تقنعني قد ايه بقى؟ لا كتير، وبعت له صور واتحايل عليه، وفي الاخر سبحان الله جت من عند ربنا. يعني مش انا، يعني انا مقتنع ان مش انا اللي اقنعته، هو في حاجه حصلت له كده قرر ان هو ما يجيبهاش سود. بس لو اللون ما عجبناش هنعمل ايه؟ قلنا هيعجبنا ليه مش قلنا الحل كان هيبقى ايه لو ما عجبناش؟ عشان كده اقتنعت. كان حل غريب كده. ايه اللي هو ايه؟ ما اعرفش والله. ايه ده حبيب قلبي؟ مين ده؟ قلت هتغيرها باين. هنعمل راب بقى، هتعمل راب اسود الجاهز ونحط. حرام عليك والله العظيم. لا ليه حد يركب جي تي تي ار اس سودا؟ لا بص، انت ايه اللي ممكن يبقى مش عاجبك في اللون؟ لا عامل تخيله مش عارف يعني لو طلع عامل ازاي مش هيعجبك. لو طلع ابيض كأنه مبيض شويه كده مش. لا هو مش مبيض زي ما هو اللون ده، اللون اللي هو اختاره انا مش هحرقه، بس هو بيتغير. يعني اللون ده فيه درجات كتيره جدا، يعني حسب الاضاءه، كل اضاءه ليها حاجه معينه. بس انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طبعا بما اننا لسه قدامنا الطريق للتوكيل بتاع بورش، فاحنا ممكن برضو نحكي لكم عن العربيه دي ام 3 كومبيتيشن اكس درايف. مش متعدله خالص، مفيش فيها اي حاجه معموله. لا ستوك خالص. تعديل؟ فيها تعديل؟ لا ستوك. هي متعدله الصراحه، انا كنت بحاول استر عليه بس هو ما بيفرقش مع حد. بس انا عاجبني ما شاء الله السباك. انا كنت ضد الاسود برضو، هي زي عربيه مودي سودا، بس دي ام 3 وعربيه مودي كانت ام 4، لكن هو الاورنج ما شاء الله جميل جدا. لو رجعت بيك العربيه دي قدامك نفس العربيه بس فرشها اسود، كنت تجيبها فرش اسود ولا تجيبها الفرش ده؟ لا اجيبها. لا بجد والله. لا عشان شفته بس. انا حبيب قلبي عامل ايه؟ حبيبي بيسلم عليك يا كريم. سلم عليك يا عم. سلم على الراجل يا كريم، حرام عليك. عشان حرام عليك يا كريم، سلم على. انت ليه بتعمل فيها بالله؟ ايوه كراكو، توكيل بورشه كراكي. وقفنا هنا توكيل بورشه اهو. على قد ما هو مقطع بطاقته وليه ادب جدا، على قد ما هو محترم برضه. قال لي مش هيرضوا يدخلونا بالعربيه الحته بتاعت بورشه عشان لازم تبقى عربيه بورشه اللي تركب. يا ابني انت جاي تستلم، هيركنك بره. ده اول ما شاء الله جي تي 3 ار اس تدخل، المفروض يركنونا اصلا في الشوروم جوه. احنا وصلنا. كريم بيمثل ان هو مش متوتر. خليه بقى ايه اهو ما شاء الله. انا دلوقتي جوه زي ما قلت لكم الدليفري روم. خدوا كده لفه في العربيه من غير ما تشوفوا حاجه. هي والله جي تي 3 ار اس جوه، بس يعني هي مش ايه، هي ما تقدر تعرفها من السبويلر. كاوتش برضو من الحاجات اللي انا فوجئت بيها، ان تحس ان البروفايل بتاعه كبير، بس طبعا لا هو مش كبير. هو على كام؟ انا نفسي اعرف على كام. 275 35 20. كاربون سيراميك بريكس، ميشلان بايلوت سبورت كاب 2. ده كان بينزل في الاميره ده، بس انا جبت الكاوتش العادي، ما رضيتش اجيب الكاوتش ده عشان عفشته ناشفه. ايه ده ما شاء الله، الله اكبر. هو ده تراديشن في جي تي 3 ار اس بالذات ولا ده؟ يعني انا عشان استلم منك كده لازم اجيب جي تي 3 ار اس؟ ما ينفعش اجيب بوكستر عادي؟ لا ممكن ينفع بس هيكون بس المفتاح بتاع الجي تي 3 ار اس. ايوه بصوا ما شاء الله. مبروك يا كراميلا والله العظيم. لازم انت اللي تفتح. مستر عماد يا جماعه، يعني يا لهوي تاريخ. اصدمكم اول مره اشتغل في حياتي كان هو مديري في حياتي كلها. اول شغلانه اي بورشايه في مصر هي طالعه من عنده. هو بمزاجه بقى، اللي هيركب بورش هو لازم يستاذنه الاول. هو اللي بيدي الختم، هو معاه الختم. انتوا تردوا. لا انا موافق والله يا استاذ عمده، بس يعني مش عارف. شنطه اسعافات الجي تي 3 ار اس. سيبها يا كريم. سيبها. التفاصيل اللذيذه قوي ما شاء الله هنا في بورش مصر. بيسلموا العملاء اللي هم الايه المميزين زي استاذ كريم كده، لما بيبقى جايب عربيه مهمه بيدوا له البوكس ده. سالت طبعا مستر عماد ويليام هل البوكس ده بناخده معانا ولا ده بتاع التوكيل بياخدوه تاني وبناخد احنا؟ بس لا، طلع بناخد البوكس. كربون ده يا استاذ كريم ما شاء الله، والمفتاح عليه ار اس. عاجبك لو مش عاجبك دي نغير لك اللون. لا خلي بالك عمده بتاع التفاصيل دي كلها، تفاصيل يعني. طب يلا نصور عشان الشباب مش على بعضه خالص. بصوا بقى احنا طلعنا بره. كريم لوحده واقف بيصور جوه. كريم بيصور كريم عبد السميع بيصور كريم هاني. هيفكوا بقى الابيض. طبعا مستر عماد هو الوحيد اللي بيعرف يفكه. الموضوع
تستاهل. والطفايه جايبه سموكرز باك. انت بتشرب سجاير اصلا؟ لا بس عشان جمال اللي يركب اقول له اطلع. اوعى تخلي حد يشرب فيها فيب حتى ولا اي. حلو ده برضو ما شاء الله قوي. شفت خدت بالك دول ما شاء الله الله اكبر. انا اعرف بس هو يبقى ازاي. هو الموضوع بص افهمكم اللي بيحصل. هو الموضوع خرج عن السيطره يعني. هم كان المفروض ان في لحظات سعاده وهنفك وبتاع، بعد كده طلع الفك صعب. نعم عايزين بس نسال كريم احساسه ايه. يا عم استنى بس نعرف احساسك ايه الاول. والله ما ينفع. انا اول مره اعرف الفانوس شفاف. شفت الكبوت كربون دي المفاجاه. المفاجاه. هو كده الكبوت خلاص. وايسك باكج. ايوه بقى انا هوريكم بقى دلوقتي حاجه محدش هيشوفها بقى خالص. ما شاء الله. جامد. ايه رايك؟ لون ايه؟ تمام؟ حاسس جايب فلوس كود جوازه والله العظيم. مش ملهاش اي علاقه بالجي تي 3 ها؟ لا خالص والله حاجه ثانيه. تخيل بقى لو كانت سودا. حلو. حرام عليك. بص الحاجات دي، كل الحاجات دي كل ده مش هيبان. كل ده مش بيبان. بص بترجع ورا، بص الكاوتش اللي في القطعه اللي في الرفره دي، كل الكلام ده في الاسود مش باين. انا شفته انا لونها هو اللي كنت خايف منه بس. هو تحسه كريون بس بيرل يعني. في من الكريون بس تحسه بيرل. اوريها لكم من جوه ما شاء الله. الكنتارا في يالو ستيتشز. بتقول ايه؟ استني عشان لسه هصور لها فيديو للدريكسيون. جميله ما شاء الله اكبر. هانت خلاص شهر 3 بقى. هتدور بقى. لا اللون. طب مش نشيل الحاجات البيضاء اللي جوه دي؟ لا ندور الاول بس وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ ريحه الجي تي 3 وحشه. ريحه الجي تي 3 بتاعتك القديمه. ريحه الجي تي 3 بالظبط والله. بس يا جماعه طبعا ده كنت بحاول اخرج بقى عشان مش كنت بحاول اوريكم تفاصيل او كواليس فكره انك تستلم عربيه جي تي 3 بس جوه التوكيل. هسيبكم بقى عشان انا عايز اخش في شويه تفاصيل كده، بس انا قلت افرجكم وهنبقى نعمل لكم بقى فيديو على العربيه دي ان شاء الله قريب باذن الله.